ازيكم؟ انا فاتن عوض. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا ومختلفة وجديدة. دايما متعودين بناكل الشيش طاووق بالطريقة العادية بالتوابل العادية. النهارده هنعمل فيه كده تكة مختلفة. هنعمله تشيكن تندوري او الشيش تندوري بالطريقة الهندية والتوابل الهندية. طريقة مختلفة ولذيذة جدا وحلوة، تغيير كمان عن الشيش اللي احنا تعودنا عليه. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة للتتبيلة عندي في بولة علبة من الزبادي العادية جدا. التوابل عندي ملح، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، جنزبيل، بابريكا، وبهارات فراخ. معلقة صغيرة من كل حاجة، وعندي كمان ربع معلقة صغيرة من الشطة. عندي هنا ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من الخل، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الصلصة. هقلب كل مقادير التتبيلة دي مع بعض كويس جدا لحد ما تختلط بالشكل ده. عندي هنا بقى التكة اللي هتديها اللون الحلو ده زي ما شفتوه. عندي ده الوان غذائية لون احمر. هننزل بنقطة كده من اللون الاحمر وهنبدأ نقلب. الالوان دي مش مضرة جدا، الوان صحية طبعا. لو مش حابين تستخدموها ممكن تزودوا في البابريكا عشان تديكوا درجة اللون، بس الالوان دي مش بتأثر خالص لا على الطعم ولا ليها اي ضرر. ده شكل التتبيلة بعد ما قلبناها مع بعض بالشكل ده. عندي هنا دي قطع من الشيش الطاووق، او ممكن تستخدموا مكعبات صدور فراخ كمان متقطعة بالشكل ده. هنزل بيها على التتبيلة وهنبدأ هنقلبهم مع بعض كويس جدا بحيث ان احنا نغلف كل قطع الفراخ بالتتبيلة من كل الجوانب. بعد ما قلبناها بالشكل ده هنغلفها بستريتش وهندخلها التلاجة لمدة من حوالي ساعة لساعتين لحد ما تتبل كويس. وتعالوا نعمل الرز بالكاري اللي هنقدمه مع الشيش. عندي في حلة على النار نزلت بشوية من الزيت والزبدة، عليهم كوبايتين من الرز المصري المغسول. هنبدأ نشوح الرز كويس جدا لحد ما يبقى لونه شفاف. بعد كده هنزل عليه بمعلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الكركم، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هقلب كل التوابل دي مع الرز تشوح كويس جدا ونبدأ نشم ريحة التوابل، وكمان حبات الرز تغلف كويس جدا بالتوابل دي. بعد كده هنزل عليها بمية سخنة تغطي سطح الرز ونظبط الملح بتاعه. أول ما يغلي هنهدي النار ونسيبه يتشرب ويستوي لحد وقت التقديم. عندي هنا خلاص الفراخ بعد ما تبلناها زي ما قلت لكم ممكن تستخدموها على طول لو مستعجلين عليها، او تسيبوها من ساعة لساعتين في التتبيلة. عندي هنا كمان ده اسياخ خشب بتاعة الشيش اللي احنا متعودين عليها. هنبدأ كده هناخد قطعة من الشيش ونبدأ نسيخها في الاسياخ. كمان انتوا ممكن نزود خضار مع قطع الفراخ لو احنا حابين زي الشيش العادي. هيدي طعم حلو جدا وكمان هياخد من نكهة كل التوابل اللي احنا ضفناها. تتبيلة مختلفة زي ما قلت لكم عن التتبيلة اللي احنا متعودين عليها، بنكهة كده هندية مختلفة. طريقة سهلة جدا هتعجبكم. كده عملنا اول سيخ، بنبدأ بقى بنشيش باقي الكمية. الخضار ممكن تضيفوا بصل، ممكن طماطم، ممكن فلفل الوان، ممكن كوسة، ممكن مشروم. اي خضار انتوا ممكن حابين تزودوه هياخد من طعم التتبيلة حلو جدا. وبيكون بالشكل ده طريقة مختلفة جدا. خلصنا كل الكمية بالشكل ده. يلا بينا عشان نبدأ بقى نشويها على الجريل. عندي هنا جريل على النار مدهونة شوية من الزيت، نزلت بأسياخ الفراخ. الفراخ لو انتوا هتسووها في الفرن يبقى لازم ننقع السيخ الخشب الأول 10 دقايق في مية. ممكن تسووها على الجريل أو في طاسة تيفال بالشكل ده. بنحطها على النار وبنفضل نقلبها كل شوية لحد ما تاخد لون حلو كده من كل الجوانب وتستوي.
بالشكل ده هنبدأ خلاص نسوي كل الكمية ونبدأ نقدمها مع الرز بعد ما استوى. يلا بينا نشوف شكلهم مع بعض. ادي الفراخ التندوري بتاعتنا او الشيش تندوري مع الرز بالكاري، وصفة من احلى الوصفات اللي هتجربوها. شكلها حلو جدا ومختلفة وكمان نكهتها جديدة. غرفنا الرز بالشكل ده وعليه اسياخ الشيش، وزيناهم برشة من البقدونس كده وشرايح الليمون. من الوصفات السهلة اللذيذة، في اي عزوم هتكون حلوة جدا، ممكن ساندوتشات. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وباذن الله اشوفكم في وصفات جاية كتيرة وفيديوهات جاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في القناة، عشان لسه فيديوهاتنا كتير جاية ووصفاتنا اجمل واجمل. والسلام عليكم.